السلام عليكم. صلوا على النبي. اليوم ندير معكم واحد آلة عجيبة اقتصادية نفس الوقت. هاد الآلة هادي ممكن تحضري بها أي حاجة اللي بغيتي، ولكن أنا اليوم غنطحن معكم كرافت. كناخد هاد البانيو ديالها، غنوضع فيه دابا كرافت أو قطبو اللي بغيتي. هنا معجون، أنا درتها بهاد الطريقة هادي، ودابا غنوضع هاديك ديالها الشابو ديالو. كنبقى نضغطها على هادي شوية وهي كتبقى كدير الخدمة ديالها. كما كتشوفو كتعطي نتيجة بحال قطعتيها بالموس، وهي اقتصادية في الوقت، بلا مجهود بلا تمارة. وهادي كنسميها لانا نحاتكا. ودابا كناخدو هاد الكرافت هادي وكنديروها اما في القنينة او بلاطيكة بيضاء. صلوا على النبي. هذه هي النتيجة ديال الشوربة بالكرافت بالحليب. كنتمنى تنال إعجابكم. إلى فيديو قادم بحول الله. صلوا على النبي. السلام عليكم. اليوم فيديو جديد. اليوم غندير معكم غنصايب معكم كرنمل معمر بالكفتة. غنحتاج كرنمل، غنحتاج نص الطماط، غنحتاج ربيع، غنحتاج 10 غرام ديال الكفتة، غنحتاج عطرية نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الحرقوم، نص معلقة من التنشوير، نص معلقة من القزبر اليابس. صلوا على النبي. دابا ناخد المقلة غنشحر بها الكفتة، ومن بعد غندير ليها العطرية والربيع. غنشوفوا معايا بسم الله على بركة الله. صلوا على النبي. احنا بسم الله على بركة الله. احنا جينا من جديد. طيب شحنا كفتة بالزيت ودرت عليها العطرية والربيع، ودابا نمشيو للطاجين ديالنا. وصلوا على النبي. دابا خديت الكرنمل عمرتو بهاديك الكفتة ودرت عليه هاد اللوز. بالنسبة للكرنمل ما تنقطوش ما فوتوش، خليتو هكا، خليتو يديني في الماء. درتو في الماء، خلطتو بالماء ودرت عليه شوية ديال الخل فقط. خلطتو مزيان وخليتو تقطر، وعاد درت عليه الحشوة ورديتو. ودابا نمشيو للطاجين. راني سخنت الطاجين ومن بعد درت عليها شوية ديال الزيت مخلط، ودرت عليها العطرية كاملة، ودرت دابا نص الطماط، ودرت عليه شوية ديال الربيع. ودابا جففت الكرنمل اللي عمرتو بالكفتة هنايا، ونحت عليه كرنمل اللي ما عمرش بالكفتة، قطعتو بقطع صغيرة فوق منو. دابا نذوقو بالربيع وشوية ديال زيت العود، كتبقى اختيار، وشوية ديال الزيتون. وهذه هي النتيجة ديال الطاجين كرنمل معمر بالكفتة. كنتمنى تنال إعجابكم. إلى فيديو قادم بحول الله.
صلوا على النبي.